السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. كيلو دقيق، نص كوباية سمنة على زيت، خميرة على مية باردة، لبن للعجن ومية ورشة ملح ومعلقة خل بدل المحسن. هنقلب الملح على الدقيق كده وهنحط الخميرة. وبعد ما دوبنا الخميرة كده على الدقيق هنحط اللبن حسب الدقيق ما هياخد مننا والعجينة. وهنحط السمنة كده وهنعجنهم وارجع لكم كده. العجين بعد ما خلصناه بالشكل ده، شايفه العجينه عامله ازاي كده؟ شايفه؟ طبعا هنفضل نعجن فيها لحد البلاستيكه اللي احنا بنعجن فيها ما تبقى بالشكل ده، زي ما تكون مغسوله وايدينا كده. شايفه ايديا طالعه مش متعصه ولا فيها اي حاجه ولا فيها عجين ولا حاجه كده. كده يبقى خلاص العجينه ايه؟ خلصت معايا كده. وهنغطيها بقى ونسيبها لما تخمر خالص وتملى كل المواعين بتاعنا كده، وهنرجع نقطعها مع بعض. ودي العجينه بعد ما خمرت كده هنقطع بالشكل ده وهنفرد على زيت مش على دقيق كده. كبري صغري براحتك كده. هنكون حاطين على الرخامه زيت، دهنينها زيت كده مش على دقيق بالشكل ده. جبنا اللحمه وحطيت عليها بصل وشطه خضراء وكزبره خضراء وملح وفلفل وكمون وبهارات، وشوحتها كده على النار. انا اديتها تشويحه. كيلو اللحمه انا حطيت عليه كيلو الا ربع بصل عشان الحواوشي بيحب البصل. وهنفرد مع بعض على الزيت كده كده. رققي على قد ما تقدري كده كده. وهنجيب اللحمه بالشكل ده وهنفردها كده في العيش. هنفردها في العيش بالشكل ده. وهنجيب رغيف تاني كده تفردي على زيت، الزيت بيمشي معاكي كده. ونحط ده على ده كده ونقفل كويس كده. عايزه تكبري عن كده كبري. انا بحب احط اللحمه بديها تشويحه على النار. عايزه انتي تحطها نيه حطها نيه، في ناس كتير بتحطها نيه. اقفلي كويس كده. وعايزه تكبري عن كده كبري كده. وهنجيب صينيه حاطين عليها ورقه زبده عشان الصينيه ما تغلبناش بعد كده في الغسيل بتاعها كده. افردي كده برضه لما تحطي الصينيه افردي كده. ودي كمان طريقه لفرد عيش الحواوشي بالشكل ده. هتفردي، تجيبي رغيف كبير كده وتفرديه بالطريقه دي، ترققي كده وتحطي اللحمه كده، تفرديها على النص بس من الرغيف وتسيب النص التاني ما تفرديش عليه كده. ودي جبنه شيدر انا عاملاها في البيت، ولو حابين تشوفوا الطريقه بتاعتها هتظهر على يمين الشاشه اخر الفيديو. هنحطها كده هي بتسيح. وكنا عاملين بقى المكرونه وساحت جميله اهي. مش حابه تحطيها بلاش، خليكي في اللحمه وخلاص بالشكل ده. وتقفلي كده. هنقفل بالطريقه دي كده وتفردي كمان تاني طبعا ما تقفليه. وهناخده نحطه جنب التاني وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة عالية علشان وتهدي الشواية من فوق لحد ما يعمل قعر من تحت، وبعدين تحطيها على الشبكة. ده الحواوشي بعد ما طلعناه من الفرن. وده اللي باللحمة اهو شايفين. وده اللي احنا حاشينه لحمة وجبنة. ويا رب تجربوه ويعجبكم، وبالهنا والشفا ولا يكون شر. السلام عليكم.